موسم العمرة ابتدى، كل سنة وحضراتكم طيبين. ناس كتيرة قوي من المتابعين كلموني وقالوا لي عايزين نعمل دليل طبي شامل، ناخد ايه معانا، ناكل ايه ونشرب ايه، وناخد وجبات صحية ازاي، زائد ان احنا نأمن نفسنا هناك من الامراض الموسمية ازاي، واحتمالات الاصابة جوه العمرة كتيرة واردة، ما ترجعش من السعودية تخنانة ازاي، طب تاخد بالها من نفسها ازاي. هنقول كل حاجة بالتفصيل الممل، هزهقكم مني النهارده. لو نفسك بقى تطلع عمرة السنة دي، صلي لي على النبي في الكومنتات وربنا ان شاء الله يوعدنا ويوعدكم. طبعا موسم العمره من المواسم اللي بيبقى فيها ازدحام وسفر واحتكاك بشكل مباشر وسفر لمسافات طويله، وبالتالي بيبقى فيه عرضه لاصابه بحاجات كتيره قوي قوي قوي، وده اللي بيخلي جسمك محتاج اهتمام اكتر بالتغذيه والصحه والمناعه. عشان كده بقى الفيديو ده هو دليلك الطبي الشامل اللي هيخليك تقضي العمره وانت مبسوط وسعيد وان شاء الله بعيد عن اي مرض. اول حاجه، السؤال الاكثر انتشارا، هناكل ايه في العمره؟ اول حاجه يا جماعه الفطار ده مهم جدا، ده الوجبه الاساسيه اللي بيها هنبني على اساسها اليوم. يعني لازم تاخد حضرتك نص رغيف، 2 توست بني، هناخد بيضه، هناخد جبنه، هناخد شويه فول لو متاح، هناخد اي حاجه بنص رغيف، وبالتالي ناخد قهوتنا والشاي والحاجات اللي انت متعود تشربها عشان يبقى عندك الطاقه والباور، عشان يديك طاقه وتقدر تعمل عمرتك، او لو عندك فرض هتصليه، او لو مناسك هتوديها. تاني حاجه بقى وجبه الغداء في نص اليوم كده، حضرتك محتاج تتغدى، بمعنى يعني اهم حاجه تهتم قوي رقم واحد طبق السلطه، محتاج تاخد سلطه كتير الياف، هتحقق لك مبدا الشبع وتدي فيتامينز لجسمك وتديك باور. طيب الفراخ او البروتين، فراخ، كفته، سمك، حتتين لحمه مشويه. طيب لو مش متاح ده ممكن ناخد فول، ممكن ناخد بيض، المهم ان انت تاخد مصدر بروتين. السلطه اساسي عشان تحقق لك مبدا الاشباع وتديك شويه نشاط وباور وفيتامينات. بعدها ممكن ثمره فاكهه ولا حاجه، وناخد القهوه او الشاي لو حضرتك بتحب كده. يا ريت بقى ما نكترش من الرز وناخد الاهرام اللي احنا بنشوفها، هرم الرز اللي موجود في الطبق، او نروح نجيب بقى كميه رز عنيفه مع الكبسه، وبلاش كميه العيش المبالغ فيها، وان انت تحط كده 6 7 ترغيفه معاك على الغداء، الكلام ده مش مطلوب تماما، هيعمل لك كسل وخمول ومش هتقدر تنزل تصلي ولا هتقدر تنزل تعمل مناسك العمره بتاعتك. بعد كده يا جماعه وجبه العشاء عباره عن نص رغيف، ممكن نقلد اللي احنا عملناه في الفطار او نكتفي بزبادي وفاكهه، او ناخد طبق مثلا فيه جبنه قريش وبيضه مسلوقه، هيبقى متاح حاجات من دي اكيد موجوده. تمام. بالتالي بقى بالليل ما يستحسنش ان انت بقى تجيب رز تاني وفراخ تاني، دي حاجات احنا عملناها في الغداء ما ينفعش نعملها بالليل. او كمان حضرتك ممكن تدور على حلويات وتجيب لي طبق حلويات شرقي او غربي وتقول ما انا عملت مجهود اعوض بقى مجهودي، الكلام ده مش مطلوب، هتحلم بكوابيس ومش هتعرف تقوم تصلي الفجر. ويا ريت بلاش الكلام ده بالليل. السناكس يا جماعه بين الوجبات، يعني بين الفطار والغداء او بين الصلوات، حضرتك بتحتاج حاجه لان بتحس انت مهبط شويه او انت بذلت مجهود كبير. يعني صباع موز موجود هناك كده، فاكهه جميله قوي متاحه. بالنسبه مثلا ل3 تمرات سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام، والتمر بيديك باور وبيخليك قادر تعمل حاجات كتيره قوي. طيب مش يستحسن بقى ان انت تدخل عند كنتاكي او ماكدونالدز او الاماكن دي وتروح تجيب برامات وتجيب طواجن وتجيب رز وتجيب خضار وتجيب حاجات؟ يا جماعه الكلام ده مش سناكس، الكلام ده وجبات، بيزود التخمه ويزود تراكم الدهون، وانت جاي هنا عايز تعمل عباده وعايز تصلي، مش جاي تجمع لي دهون. طيب كده احنا خلصنا شق الوجبات، تعالوا بقى نقول ازاي نقوي مناعتنا. اول حاجه يا جماعه شق الفيتامينات، شق الفيتامينات، فيتامين سي، فيتامين دي، زنك، شويه بروبايوتيك كده، مستحضرات موجوده كتير. ولو مش حابب تاخد الفيتامينات دي ممكن تاخدها عن طريق طبيعي الاكل. تاني حاجه بقى في اكل طبيعي كده بيرفع المناعه، يعني ايه؟ ليمون، برتقال، خضروات، زبادي، جنزبيل، شويه خضروات طازجه، شويه فاكهه. تالت حاجه بقى يا جماعه النوم، وده مهم جدا على فكره. انا عارف ان انتم مش عايزين تضيعوا وقت وتهتموا بالفروض والصلاه، واكيد احنا كلنا بنعمل ده، بس من بعد صلاه العشاء حضرتك بقى هتنام عشان تبدا تصحى قبل الفجر كده بساعه، تلحق الفايده بتاعت صلاه الفجر وتبدا اليوم من اوله. وطبعا واهم شيء الترطيب، لان انت هناك ما شاء الله قدامك ميه زمزم كتير، فتشرب بقى من 2 ل 3 لتر في اليوم، ده طبعا هيفرق معاك كتير قوي ان هو يعوض الميه اللي بتنزل، وفي نفس الوقت هيعمل لك معدل حرق ممتاز ويعمل لك ترطيب لكل اعضاء جسمك، وبالتالي هيزود نشاطك وهيزود فرصه ان انت تأدي عباداتك بشكل افضل. ازاي بقى نحمي نفسنا من العدوى والارهاق؟ الكمامه اهم حاجه عشان تقي نفسك من المشاكل المحتمل حدوثها في الاماكن المزدحمه، سواء طواف او سعي او في مواصلات او في زحام شديد او في اسواق. تخلي بالك، ما تقلعش الكمامه. التعقيم، طول الوقت المعقم في جيبك، بتطلعه تغسل بيه ايديك قبل الاكل وبعد ما تاكل، اثناء استعمال دورات المياه وبعد استعمالها. تخلي بالك طول الوقت كل ما تشك في اي حاجه كده طلع المعقم واغسل بايديك، ده هيقي من مشاكل كتيره قوي واحتمالات دخول الفيروس جسمك. ورجاء ما تلمس عينيك ولا مناخيرك. تجنب الارهاق، بمعنى نظم نفسك. نظم نفسك بمعنى ايه؟ يعني ما تبذلش كل الطاقه الموجوده في جسمك في اول يومين وبعد كده تريح لي بقيه الاسبوع، ما ينفعش تعمل كده. يعني امشي على مهلك، خد بريك من وقت للتاني، نظم النهارده حصل لي كذا، بكره هعمل العمره، هريح يوم واعمل عمره تانيه، ما تطلعليش كل الطاقه وان شوت بعد كده تقعد تعبان مريح مش عارف تعمل ايه.
وراقب لي جسمك بقى، حسيت بتكسير في الجسم، احتقان في الزور، احتقان في الانف، ارتفاع في درجه الحراره، يبقى تشوف بقى هتعمل ايه. قادر تاخد حاجات بسيطه كده تهدي الاعراض وتشرب سوائل سخنه وتريح شويه، اوكي. حسيت ان الموضوع مش هتعرف تسيطر عليه، يبقى على طول تلجأ للطبيب. رابع حاجه بقى ازاي نزود طاقتنا. التمر ده اهم حاجه هناك واحلى حاجه هناك. شويه فاكهه، تشرب ميه زمزم كتير، عسل، مكسرات، شوفان. ونبعد بقى عن النشويات الكتير ومشروبات الطاقه والحاجات والمياه الغازيه والحاجات اللي فيها مشاكل كتير قوي، واللي هي ممكن تديك طاقه وقتيه بس هتضرك بعدين. خامسا بقى شنطه العمره الصحيه، الحاجات اللي انا هخرج بيها من مصر واروح بيها هناك. الاسعافات الاوليه، الحاجات اللي اكيد هحتاجها، يعني باخد شويه حاجات كده للصداع والاعراض البسيطه، وهاخد معايا شويه حاجات احنا بناخدها لو انا عندي مشكله مزمنه ولا حاجه، باخد لها علاج من مصر، اصلا انا ماشي عليه واخد ادويتي معايا اصلا هناك. ومن امثله الحاجات اللي انا لازم اخدها معايا، يعني باخد بنادول للبرد وللصداع والحاجات اللي محتمل حدوثها البسيطه قوي دي، معقم، باخد معايا علبه كمامات كامله هستهلكها كل يوم هناك. بناخد يا جماعه شويه الحاجات يعني مضاد حساسيه للناس اللي عندها مشاكل ان هي تتعرض للشمس وممكن يحصل حساسيه من بعض انواع الطعام. هاخد معايا كمان بخاخات الانف، الناس اللي بتاخد علاج مزمن لامراض صدريه موجوده معاهم، لازم اعمل حسابي هناك في الحاجات دي. بعض المضادات الحيويه الخفيفه في حاله ظهور بعض اعراض ان ارتفعت درجه الحراره ومش عايزه تنزل، فانا ممكن اساعد ببعض المضادات الحيويه الخفيفه. ادويه بقى المعده لو عندك شويه ارتجاع مريء، كريمات للتسلخات، مرطب للشفايف، ومناديل بقى وايبس كتير معاك. خلاصه الكلام بقى كل اللي احنا قلناه ده، لو حضرتك التزمت بالمعقم والكمامه وشويه الحاجات اللي انت بتاخد بيها بالك من نفسك، نوم كويس، اكل معقول، سناكس مش كتيره قوي بين الوجبات، واخدت شويه الحاجات اللي بتديك طاقه وشربت ميه كتير، ان شاء الله عمرتك هتعدي على خير وهترجع مبسوط وزي الفل. ربنا يرزق كل مشتاق زياره بيته الحرام. قولوا امين. دكتور محمد حسنين، استشاري التغذيه العلاجيه.